مرحبا بكم مشاهدي قناة إليكم تيفي. زمان كنت اقول مبروك للمغرب الشقيق انه كسب او عمل اي انجاز. دلوقتي مبروك لبلدي التاني المغرب وصولها لدور ال16، واحلى حاجه ان يبقى مراتي مغربيه عشان يبقى عندي بلدين. والله يا المنتخب المغربي، تخيل شوف هاي الصوره، المنتخب المغربي متصدر على منو؟ متصدر على كرواتيا لوكا مودريتش، متصدر على بلجيكا هازارد، وعلى كندا. هلا يا المنتخب المغربي اول منتخب عربي بالتاريخ يحصل فوزين وتعادل. والله العظيم هاي الصورة وحدها هي فخر. هاي الصورة وحدها هي فخر. فخر انك عرب. المنتخب المغربي رفع راس كل عربي رفع راس المنتخب المغربي. شوف الصدارة عربية يا ناس، الصدارة عربية. مبروك المغرب، لك تحيا المغرب، عاشت المغرب، لك ان شاء الله الف مبروك لاسود الاطلس. تحيا المغرب، شرفتوا العرب. مبروك للشعب المغربي، الله محييكم. المغرب بيفوز على كندا 2-1 ليتأهل تأهل تاريخي. الرسالة دي لجماهير المغرب. شكرا لجماهير المغرب اللي موجودة في قطر اللي سندت، وجماهير المغرب اللي زحفت ورا الفريق من المغرب، بل وجماهير المغرب اللي موجودة من كل أرجاء العالم، وكمان عشاق والداعمين ليه من الدول العربية. جماهير المغرب أدت، كانوا فعلا أسود في الملعب وخارج الملعب، ادوا اللي عليهم، ادوا للعيبه الثقه والحماس الجرينتا. منتخب المغرب كان معاه اللاعب رقم 1 وهو جماهيره اللي دارت حواليه في كل مكان لتحميه ولتؤازره ولتصعد معه الى الدور الثاني، دور ال16. كل التحيه والفخر لجماهير المغرب، او قول اسود المغرب. نعم، وبشكل رسمي هيك بنقدر نقول انه المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد اللي قدر يتأهل الى الدور ال16، ومش اي تأهل، هو تأهل كمتصدر على مجموعته، ومش اي صدارة. المنتخب المغربي قدر يتصدر على وصيفة كأس العالم النسخة الماضية كرواتيا، وايضا على بلجيكا المصنف الثاني عالميا في الوقت الحالي. وفي كثير مغربيين عم بلعوني بس لاني قلت قبل كأس العالم انه نسبة تأهل المغرب من مجموعتها هي 25%، وهي نسبة جدا منطقية امام هيك منتخبات جدا قوية، وبالاخير هي النسبة هي اللي انتصرت. هذا غير اني انا من الناس اللي توقعت تأهل المغرب من مجموعتها قبل بداية كأس العالم حتى، فانا والله معكم مش ضدكم.
ايش كاين اخوتي؟ واش في اخباركم ان المغرب اليوم عدى للدور الثاني وربح كندا؟ واش في اخباركم ان اليوم صبت الشتاء؟ واش في اخباركم ان اليوم اول الشهر والناس اتخلصت؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه اليوم الحلو ده يا جماعه؟ يكونش انا وشي حلو على المغرب؟ على العموم صدقا انا عايز اشكر المغرب، مش عشان ربحوا بس، عشان فرحونا، عشان فرحوا كل بيت عربي، عشان فرحوا كل طفل عربي. علشان كده كل بيت عربي النهارده بيت مغربي وعامل الرايه المغربيه. كل طفل عربي النهارده ينتمي للمغرب. المغرب اليوم هي عاصمه الوطن العربي من المحيط الى الخليج. وهقول لهم غير كلمه واحده بس للمغاربه، كلمه واحده بس، وشكرا. مبارك يا أسود الأطلس، مبارك يا أهلنا في المغرب، مبارك لكل العرب هذا الفوز العظيم. رفعتم رؤوسنا ورفعوا علم فلسطين عاليا. هذه فلسطين الذي نحبها ويحبها الجميع. إن شاء الله ألف مبروك للمغاربة وللعرب جميعا، واللي ما بيحب المغاربة الله يلعن أبات أبات عمته لستة لخالته لأمه. واللي ما بيحب المغاربة والله عمتي قالت لي حكمة، قالت لي اللي ما بيجي تحتك تعال انت فوقه. والمغاربة عملوا بي الحكمة، اللي ما بيجي تحتهم ما بيجوا هن فوقه. لك ما في غير عطيه، لك عطيه. وهو من والدي هبابا وعلى عينيه وابني صفوفي واعطيه العصير وابني كاس كبير وعلى جليه اللي مشاو بيه وعلى الله اكبر. منتخبنا المغرب بيتأهل لدور ال 16 كمتصدر للمجموعة. ايوه يس، الحمد لله ثقتي فيكم كانت في محلها. منتخبنا المغرب بيتصدر مجموعته اللي فيها بلجيكا وكرواتيا وكندا. الله اكبر عليكم، اقسم بالله رجاله. يس، بنفوز على بلجيكا ونتعادل مع كرواتيا وبنفوز على كندا. 7 نقط من تقريبا اصعب مجموعه. والله العظيم شرفتونا شرفتوا المغرب وشرفتوا العرب كلهم. عن المباراه انا مش عارف اشكر مين في اللعيبه، بس اكتر واحد لازم يستحق الاشاده 3 مباريات مش المباراه دي فقط، وهو مرابط. يا جدعان والله العظيم مرابط اللي بيعمله في الملعب ما شاء الله ما شاء الله مش طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. مرابط بيغطي ورا 5 لعيبه النهارده، بيغطي ورا أوناحي، بيغطي ورا صبيري، بيغطي ورا حكيم زياش، بيغطي ورا بوفال، بيغطي ورا نصيري. انت متخيلين؟ بيلعب لوحده في نص الملعب، بيغطي ورا 5 لعيبه كاملين، وكندا بتلعب على الضغط العالي مش متراجعين كمان. حرفيا انا مش عارف اشكر مين ولا مين في اللعيبه. اشكر حكيم زياش على الجول العالمي اللي جابه، اسرع هدف في تاريخ العرب في كاس العالم، اول هدف ليه في كاس العالم. كرواتيا بتتعادل مع بلجيكا، كرواتيا هي اللي تاهلت مركز ثاني. ايوه، والمغرب برضه حتخسر مع كندا، حتخرج لانهم حيفوتوا مستهترين. الواقع بقى بيقول ان المغرب فريق قوي تقدر تراهن عليه، ودي رساله للواقعي خلدون موسى صديقي طبعا، اللي هو قال المنتخبات العربيه كلها تطلع من الدور الاول. المغرب اتاهل وتاهل للدور الثاني. احنا نقول سيريا المغرب ومنتظرين رد خلدون موسى. منتخب المغربي كفو كفو كفو، ألف 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 مبروك. يعطيكم الصحة ويعطيكم البركة إن شاء الله، ونشوفكم في أدوار أكثر من دور 16. المنتخب المغربي اليوم أول على مجموعته فوق كرواتيا، أدوا ولعبوا، واليوم كان يكفيهم التعادل، فازوا منذ البداية، سجلوا موقف قوي، تستاهلون. ألف ألف مبروك، شرفتونا فوق راسنا. الأطلس مبارك. قالوا سنخرج العرب من مونديال العالم في أرض العرب، فأجابت وحوش الأطلس لا وربكم إنها هنا، إنا باقون، إنا فائزون، إنا ناجحون، إننا كاسرون خشم كندا، خشم بولندا. نعم تأهلوا رسميا. ألف مبارك الفوز. أنا ماني محترف في اللهجة المغربية أبدا، ولكن لدي من الكلمات المغربية اللي استطعت أني أقول فيها أبيات المنتخب المغربي اللي شرفنا اليوم في التأهل لدور 16 وإهداء الشعب المغربي، وأقول وحق الله كانوا رجال والأولاد أرعبوا العالم، أسود الأطلس الأبطال تفوز وتسحق الظالم، ودغية تسجل بردبال وصافي خربق الحالم، وهدف يوسف يطول البال كأنه مسجله سالم. Aujourd'hui, je suis marocain de Casablanca, Marrakech, Rive de Nador. Je discute avec personne. On a prouvé au monde entier, les Marocains ont prouvé que le poulet marocain était meilleur que la poutine. On les a bouffés comme des frites. Que dire du Japon? J'avais dit quoi, putain? Allez, les Japonais est trop puissant. On a battu l'Espagne. Et franchement, les Japonais, ils méritent. Le Maroc, ils méritent. Je discute avec personne. Offrez-moi le maillot du Maroc, bordel! Être
خوتنا كانوا كيقولوا عليهم باللي طاحوا في مجموعة الموت وباللي من سابع المستحيلات انهم يتأهلوا للدور الثاني. اللي طرا العكس تماما، كانت المفاجأة انهم ماشي غير تأهلوا للدور الثاني وصافي، ولكن ايضا تصدروا المجموعة. السر ماشي شي تكنيك في الماركتينغ ولا المانجمنت ولا البيزنس، هي فقط الروح الوطنية القتالية والتوفيق من عند رب العالمين. ايوا كولا بكا راس لافوكا. كل التحيات للمغرب، كل المباركات للمغرب، كل الجمل الحلوة والعظيمة والرائعة للمغرب. أي لاعبين، أي مدرب، أي جمهور. المركز الأول بمجموعة فيها وصيف بطل العالم والمصنف الثاني على العالم. بنضرب بلجيكا وبنضرب كندا وبنطلع أبطال للمجموعة. كل اللي شكك يوما من الأيام بأسود أطلس بدي أقول له مساكم خير وهلا بالخميس وياهي ليلة أفراح وقيموها أفراح وديموها أفراح. المغرب بطل مجموعته الأول فوق بلجيكا وكرواتيا وكندا. سمعونا صلاة النبي أحسن. ليلة مباركة، مبروك للمغاربة، وأحسن قرار تم اتخاذه هو إقالة خليلوزيتش والإتيان بالرقراقي. يا بطل من قلب سوري 1000 مليون تريليون بليون مبروك للأسود المغربية، مبروك للمنتخب المغربي، مبروك للشعب المغربي بدون استثناء من الكبير إلى الصغير حتى النايم بالسرير. هذا التأهل التاريخي، وانت دق وزن وعرف عن نفسك منين وبارك لأسود المغرب من كل قلبك. مبروك مبروك. وكندا الله لا نعسي ولا شتي، وكندا الله لا نعسي